بلاش كده. انا مش حابب ان انا اتفهم غلط في موضوع كنت حابب ان انا اتكلم فيه تتشر، بس مش عارف هتفهموني غلط ولا لا. إيه الموضوع بتاع فتاة المول اللي دخلت تصلي في المول؟ اتمنى ان انتوا تفهموا الكلام صح. من كام سنة كده كان في مجموعة اشخاص راحوا ياكلوا من عند كشري التحرير، وكانوا في رمضان والمطعم فاتح قبل المدفع بحاجات بسيطة يعني، وطلبوا ان هم ياكلوا والمطعم رفض. ساعتها الناس علقت وقالت يا جماعة ده الرولز بتاعت المكان ولازم الناس تحترمها ومفيش الكلام ده ومش عارف ايه وكده. اللي حصل مع فتاة المول المدير منحها انها تصلي كان ممكن يتاخد بأكتر من زاوية وبأكتر من ترند وبأكتر من شكل. محدش قال يا جماعة دي الرولز بتاعت المكان. محدش قال يا جماعة طب ما المول أصلا في مكان مخصص للصلاة ما تروح تصلي فيه. محدش بصلها ان هي دي ست فما ينفعش انها تصلي في المطعم والناس ورايحة وجاية ويعني محدش ينفع يبص عليها وهي بتصلي، فشغل اغاني وناس وعمال. فالصلاة مش مجرد تأدية حركات، الصلاة دي علاقة بينك وبين ربنا، فلازم يبقى ليها خشوع وانت بتصلي. مش عايز ادخل في تفاصيل كتير قوي، بس كان ممكن يتاخد المشهد بأكتر من زاوية. ولكن اللي انا يعني اكتشفته ان اي حاجة باطل عايزها تبقى حق لبسها اطار او توب الدين، ساعتها هتلاقي الألسنة كلها سكتت، وهتلاقي النظرة للشيء اتغيرت وما عادتش صح، لمجرد بس انك انت لبست الغلط، او مش عايز اقول الغلط، لبست التصرف ده اطار دين فخلاص. وناس فرحانه ان المطعم مشى المدير، ودي ده برضو قله يعني الاونر بتوع المطعم قله وعي وقله تفكير وقله كل شيء. هم بس خافوا من الترند وخافوا فقاموا واخدين التصرف ده عشان الدنيا هتهدى لكن الناس تبقى فرحانه ان هم مشوا المدير، والتانية فرحانة ان هم خصصوا بقى مكان صالة في المطعم وكده، وهتبقى صدقة جارية على المطعم، صدقة جارية لباباها في المطعم. فايه اللي هو ايه ده يا جماعة؟ يعني مصر هي دولة إسلامية ومصر بلد الألف مأذنة، فأنتوا بتتكلموا في إيه؟ يعني إحنا إيه وأنتوا مين وفين؟ هل لمجرد الترند بقينا بنروح في اتجاهات كله بقى مباح؟ حتى الدين بقى مباح عشان الترند؟ مش للدرجة يعني. حتى الناس اللي طلعت علقت، أرجوكوا اللي يطلع يعلق يعني يعلق شغل دي شوية. بس اللي أنا خرجت منه من القصة دي كلها أن أي حاجة غلط أو أي تصرف مش صح لبسه بس إدارة دي، أو أنت لو شخص مش معاك الحق وعاوز يبقى معاك الحق لبس الموضوع إطار دين، هتلاقي كل خلاص سكت. طب باشا طب دين، شكرا يا جماعة. انتوا بلاش كده. انا مش حابب ان انا اتفهم غلط، ولكن أنا النقطة اللي بتكلم فيها هي نقطة معينة. خرج الدين بره النقاش واحكم على المواقف العادية، احكم على الموقف عادي بره اطار الدين. شوفوا صح ولا غلط، شوفوا مين غلطان بره اطار اللي هو هتمنعني ان انا اصلي. يا سيدي هو ما منعكش انك انت تصلي، ما منعكش، بس ما نوصلش لمرحلة قطع العيش. ما نبقاش غلطانين ونبقى بجحة ونلبس الموضوع اطار الدين.
بس.